سلام البنات، كنتمنى لكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كما شفتوا الوصفه ديال اليوم غتكون خاصه بالشعر. غنشارك معكم روتين ديالي للشعر. اول حاجه كناخذ هنا السنبل، كذلك الريحان وكذلك كنزيد الورد. بالنسبه لهذا الشيء راه مهم بزاف، واي اضافات تقدروا تضيفوهم. عندي القرنفل، وهنايا عندي الحبه السوداء الحقيقيه مطحونه، وكذلك السدر حتى هو مطحون. كما قلت لكم هذا هو لا باز ديال هذه الوصفه هذه. نتوما تقدروا تزيدوا اي حاجه بغيتو. بالنسبه للقرنفل البنات، واحد الحاجه اللي كنأكد عليها ما بالنسبه تكثروش، للشعر يعني ديال غير العجاف شويه حيت ما ديروش بزاف، دير غير كميه قليله. اما بالنسبه للشعر ديالهم دهني يقدروا يكثروا منه، حيت هو راه تينشف الشعر. الا كان الشعر ديالك جاف كينشف اكثر. ومن بعد كنديروه من بعد ما كيبرد كنديروه بشي سبراي بحال هكا، وكنبداو نديرو على الفروه ديال الراس ماشي الجذور، حيت الفروه ديال الراس هي اللي كينبت منها الشعر، وهي اللي كنحتاجوا لها هاد الوصفه هذه. كما شفتوا انا هنايا راه قاسمه شعري على النص، وغادا نبدا ندير فيه بحال هكا. بغيتو ديروه قطنه، الحاجه اللي موالفين كنا كنديروها في ايامات زمان، القطنه بحال كنشققوا به. بغيتو ديروا ليه بحال هكا ديروا غير بحال هكا بهذه الطريقه هذه، راه هو كيدخل. وكما قلت لكم راه كديروه الفروه ديال الراس ماشي الجذور، كديروه بشويه عليكم. هاد الوقيته هذه كتاخذوا فيها راحتكم بين ما شعركم كله كيتغلغل فيه هذاك السبراي اللي درنا. وكنخليه كيف ما تتشوفوا غير في الجلده ديال الشعر. كنسردها مزيان كتغلغل، ومن بعد كناخذ هاد لابغوس ديال الماساج، كنديرها بشويه البنات، غير بشويه باش ما تجرحوش الجلده ديال الشعر ديالكم. بشويه بهاد الطريقه هذه دائريه بحال هكا، باش الراس ديالكم كيستافد من هاد الوصفه هذه، وكتدخل في الاعماق ديالو بحال هكا. ومن بعد كنهبط الشعر ديالي، وكنبدا ندير عاوتاني في مساج آه في الراس ديالي بهاد الطريقه هذه، باش كدور الدوره الدمويه وكتستافدوا اكثر من هاد الوصفه هذه. هنايا كما تشوفوا شعري من الفوق راه هنا راه سارد، ولتحت الاطراف راهم ناشفين. واحد الحاجه عاوتاني كنضيفها الجلده ديال الراس اللي كتعجبني بزاف، اللي هي زيت الخروع. كنقلي فيه غير شويه، ولكن الصراحه هذا شويه راه كافي، يعني كندير غير واحد الكميه قليله. كما قلت لكم في الراس ديالي ماشي في الاطراف، كيكون غير في هاد البلايص هادو اللي كنبغيهم ينبت فيهم الشعر. زيت الخروع زوين بزاف للشعر. والبنات باش تعرفوا بانه زيت الخروع راه فيه جوج، كاين واحد اللي هو اللي كنديرو للشعر، وكاين ديال الحجبان والشفار راه بوحدو البنات، راه ماشي نفسه. الاخر كيكونوا محيدين منه شي مواد اللي كيضروا في الحجبان والشفار. داكشي علاش ما تاخدوش اي زيت خروع وديروه للحجبان ديالكم والشفار ديالكم، حيت راه الله يحفظ راه سام اصلا. داكشي علاش قلت لكم الاخر كيحيدوا منه هذوك المواد السامه باش كيولي كيليق للشفار. وهنايا كنعاود ندير مساج بشويه كما قلت لكم البنات، باش ما تحدوش الجلده ديال الراس ديالكم، غير بشويه و بطريقه اللي دائريه. هنايا غنجمع شعري، باش نوريكم الاطراف كيفاش دايرين. الاطراف ديال شعري الصراحه ناشفين، اصلا انا شعري ناشف. يعني عادي يكون بحال هكا. شوفوا البنات، واخا يكون ناشف الشعر ديالكم على الاقل يكون صحي. هنايا غادي ناخذ الماء
الماء اللي عندكم العادي، الماء الروبيني، غادي تحاولوا الأطراف ديال الشعر ديالكم تسردوهم واحد شوية باش أي حاجة درتوه من بعد غادي الشعر ديالكم غيستافد منه. غندير غير واحد الكمية قليلة غير باش أي حاجة درتها يستافد منها شعري. ومن الأحسن في التحت ديروا الزيوت، أي زيت كيعجبكم، أي زيت كيجيكم مع شعركم ديروه لتحت، يعني الأطراف ضروري خاصهم الزيوت، خاصهم الترطيب. كما تتشوفوا الشعر ديالي هكا راه ناشف، ولكن الزيوت هما اللي كيرطبوه. بالنسبة ليا الزيت ديال الزنجلان زوين بزاف، هذا كنت خديته من فينسي، زوين. هادي خرجتها خاوية، ولكن راه باقي فيه غير واحد شوية الصراحة، مبقاش فيه بزاف، داكشي علاش خصني نعاود ناخدو. وكما قلت لكم هو اللي كندير في الأطراف، يعني تقدروا ديروا أي زيت البنات عندكم، زيت زيت السمسم، زيت الجوجوبا، زيت اللوز الحلو، كذلك تقدروا ديروا زيت البلدية وزيت الرومية البنات زوينين بزاف. زيت الرومية ديروها دخلوا للدوش، غسلوا شعركم ما غتبقاش فيكم الريحة. بالنسبة لزيت البلدية أنا كتعجبني، باش تعرفوا البنات بأنني أنا كندير زيت البلدية لشعري من بعد من لادوش وشعري باقي سارد، يعني باقي سارد كديروا زيت البلدية كديروها للشعر ديالكم، راه البنات ما كتبقى فيه لا ريحة لا حتى شي حاجة، ما كينشف الريحة راه ما كتبقاش، ولكن الشعر ديالكم هو كما قلت لكم سارد، الا مشى حتى نشف غادي تبقى فيهم في شعركم الريحة. وهنايا كنجمع شعري صافي كما قلت لكم كنبقى واحد الساعة ومن بعد كندخل ندوش. هانتوما غتشوفوا النتيجة كيفاش دايرة. قولوا لي كيفاش جاتكم هاد الوصفة هادي وجربوها، راه غتعجبكم بزاف بزاف. ولكن البنات كما قلت لكم مع المداومة حتى شي حاجة ما حتى شي حاجة طبيعية ما كتنفع في المرة الأولى أولا المرة الثانية. جربوها غتعجبكم بزاف بزاف وغتنبت لكم الشعر. بالنسبة للبنات اللي ما كينبتش ليهم الشعر جربوها وردوا عليا في لي كومونتير قولوا لي كيفاش جاتكم، ونتلاقاو في فيديو آخر بإذن الله.